سلام عليكم. ما هي تداعيات الاقتصاد المغربي من هذه الحرب بين إيران وأمريكا؟ وما هو الحل لتجاوز هذه التحديات؟ وما دور الشعب المغربي في التضامن مع الفئات الهشة في هذه المرحلة الصعبة؟ لمعرفة الإجابة تابعونا مع هذا الفيديو حتى النهاية، فكل لحظة فيه تستحق. ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. التداعيات على المغرب: الطاقة والاقتصاد. المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز. أي اضطراب في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، ما يرفع تكاليف النقل، الشحن والكهرباء داخل المغرب. التضخم والمعيشة: زيادة أسعار الطاقة تنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. الاستقرار المالي: اضطراب الأسواق العالمية والبورصات يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في المغرب ويزيد من المخاطر الاقتصادية. الأمن الجيوسياسي: أي تصعيد عسكري في المنطقة قد يخلق تحديات أمنية غير مباشرة للمغرب، خاصة عبر علاقاته مع شركائه الأوروبيين والعرب. الحلول الممكنة للمغرب: تنويع مصادر الطاقة، الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، الرياح الشمسية، لتقليل الاعتماد على النفط والغاز المستورد. تخزين استراتيجي، بناء احتياطات وطنية من النفط والغاز لمواجهة الأزمات المفاجئة. دعم الفئات الهشة، وضع برامج دعم حكومي لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية. تعزيز العلاقات الدولية، تقوية الشراكات مع الاتحاد الأوروبي وإفريقيا لضمان بدائل اقتصادية وتجارية. تشجيع الإنتاج المحلي، دعم الزراعة والصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الواردات. من وجهة نظري، الحل الأكثر استراتيجياً هو الإسراع في الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، لأن المغرب يمتلك إمكانيات طبيعية هائلة في هذا المجال، وهذا سيجعله أقل عرضة لتقلبات الأزمات العالمية. دعوة من خلال هذه القناة المباركة: أيها المواطنون الأعزاء، في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، يظل التضامن هو السلاح الأقوى الذي نملكه. المغرب كان دائما بلدا يقوم على قيم التعاون، التكافل والرحمة، واليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى أن نمد يد العون لإخواننا وأخواتنا من الفئات الهشة الذين يواجهون صعوبات معيشية وضغوطا اقتصادية قاسية. فلنكن جميعا سندا لهم، بمبادرات بسيطة من دعم ومساعدة، بمشاركة ما نستطيع من غذاء ودواء ودفء، بنشر الأمل وروح الأخوة في كل حي وقرية ومدينة. إن قوة المغرب تكمن في وحدة شعبه وفي قدرته على تحويل المحن إلى فرص للتآزر والرحمة. فلنثبت للعالم أن التضامن المغربي ليس مجرد شعار، بل هو فعل يومي يزرع الأمل ويصون الكرامة. معا نصنع غدا أفضل، معا ننتصر بالإنسانية.